مرحبا أصدقائي، نعتذر على الانقطاع لكن جينا بموضوع كلش مهم. إذا أنت من عشاق أسود الرافدين ضع اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس فضلا وليس أمرا. المدرب القادم لقيادة الأسود الأسترالي جراهام أرنولد، مدرب منتخب أستراليا سابقا واللي يعتبر عنده نتائج جيدة مع المنتخب الأسترالي وعنده سجل انتصارات هائل مع الفريق الأسترالي. لكن هل المنتخب العراقي يشبه المنتخب الأسترالي؟ هل المنتخب العراقي عنده طول فارع مثل المنتخب الأسترالي؟ هل المنتخب العراقي يمتلك قوة بدنية مثل المنتخب الأسترالي؟ حقيقة هذه تساؤلات لازم ندرسها زين. وهل جراهام أرنولد سينجح مع اللاعب العراقي؟ وهل اللاعب العراقي سيهضم خطة جراهام أرنولد؟ هذه لازم تكون بالحسبان. نجي على أسلوب اللعب وعلى المدارس اللي كانت تدرب العراق. حقيقة كاساس من المدرسة الإسبانية اللي يحب الاستحواذ والمهارة، عكس المدرب جراهام أرنولد اللي ما يهتم بالاستحواذ والمهارة، اللي يهتم بالدفاع والتحولات من الدفاع إلى الهجوم، ويعتمد على الكرات الثابتة والكرات العرضية. دائما يشوفون المنتخب الأسترالي يعتمد على الكرات الثابتة وعلى الكرات العرضية، لأنه دائما يتواجدون 2 أو 3 في منطقة البوكس، واحد منهم يقول. فهل سينجح يعني المنتخب العراقي بهذا الأسلوب؟ حقيقة أراها صعبة. كان الله بعون الجماهير، وكان الله بعون المدرب القادم، وكان الله بعوننا جميعا. وشكرا لأصغائكم، ونلتقيكم بفيديو آخر.